القصة اللي هحكيها دلوقتي يا جماعة قصة ممكن تحصل لأي إنسان مصري مع ناس أجانب، بالذات لو في مثلا واحدة زميلته أجنبية أو أي سيدة فاضلة. إحنا بنعدي الشارع من قدام فندق مشهور في اسكندرية، خلاص، والراجل اللي بيشتغل في الفندق بيعدينا الشارع، فهو بيستنتج إن إحنا رايحين الشاطئ ولا لأ. يقوم باصص له وباص له وقايل بيتش. طبعا الست اتخضت جدا، كانت اوفندد جدا جدا جدا، يعني نقول لها الكلمة دي. طبعا الراجل نيته سليمة، هو قصده الشاطئ، بيتش بيتش. أوكي. الموقف ده حصل تاني في الغردقه. اوكي، الراجل بيبص لي وبيبص للناس معايا يقول لي بول ولا بيتش؟ نعم. هي طبعا بصت لي، يعني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني صح الكلام ده؟ يعني بول اللي هو بول طبعا بالبي، حمام السباحه، والمفروض يقول بيتش يعني حمام السباحه ولا الشاطئ. اوكي. فكم حد او كم واحده اجنبيه بتتشتم يوميا في الاماكن السياحيه، ونيه الراجل اللي بيتكلم انت عايز تروح الشاطئ ولا لا؟ شاطئ يعني بيتش بيتش. اوكي. والكلمه الوحشه بيتش بيتش. بالمناسبه بقى، مناسبه البي والبي، احنا طبعا لو قلبنا البي وخليناها بي اللي هي القويه اللي بيطلع منها 10 اضعاف كميه الهواء، بي هتبقى كلمه ثانيه خالص. طبعا بيتش شاطئ هتبقى بيتش يعني خوخه. اوكي. وكلمه بيتش اللي هي الكلمه الوحشه هتبقى بيتش. بيتش يعني طبق الصوت، زي ما نقول دي كده بيتشز. اوكي. فنخلي بالنا موضوع البي والبي هنتكلم فيه تاني ان شاء الله. خلوا بالكم، اسمها بيتش شاطئ، هنروح البيتش مش بيتش.